الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. ازيكم يا حبيب قلبي؟ عاملين ايه؟ وحشتوني. معاكم عبير من مطبخ أكل بيرو. اللي أول مرة يشوفني يشوف القناة بتاعتي، رجاء إن يشترك ويفعل زر الجرس عشان يوصله كل جديد. النهاردة بقى هناخدكم كده جولة في مدينة النوبارية وفطار أول يوم رمضان. كل سنة وانتم طيبين يا حبايبي، أعاده الله عليكم بالخير واليمن والبركات. معلش اعذروني، بردانة شوية. اخدت دور برد كده، بس انا بقالي 3 ايام مش من السفريه خالص يعني. انا كنت بردانه صراحه قبل ما اطلع يعني. بس انا ما حبيتش افوت الفرصه ديت، فطار اول يوم رمضان في مدينه النوباريه، وقلت اصور معاكم الطريق واحنا ماشيين قد ايه السكه كانت حلوه، والطريق كان حلو وسهل، والجو هناك جميل جدا جدا، كأنك في الصيف بالظبط. جو حلو كده، لا حر ولا ساقعه، جو جميل. في مدينة النوبارية. تمام. حبيت بقى اصور السكة واحنا ماشيين والخضرة والزرع الجميل اللي احنا شايفينه دوت. بصراحة شكله كان حلو قوي، والسكة كانت جميلة جدا، ودي ترعة بيصطادوا منها سمك، بيطلع كده طازة وجميل. شفت ان الناس وهي قاعدة بتصطاد، بس مش باين في التصوير تقريبا من بعيد. واللي ماشي كده بقى بالخرفان بالمعيز بياكلوا من الزرع، بس هي انا بجري الفيديو فهو مش باين يعني. الجو كان حلو قوي هناك، وكنا معزومين اول يوم رمضان. تمام. عند خالة جوزي، فحبيت اشارككم معايا الرحلة ديت. بس المية جميلة ازاي بتاعت الترعة، والناس قاعدة بتصطاد، يعني حاجات حلوة قوي بصراحة يعني. شكل جميل جدا. هي يعني ايه مدينة ريفية يعني هي تعتبر برضو ايه من القرى. بص جمال الخضرة عاملة ازاي، والزرع فيها ايه، والأراضي جميلة جميلة، ومزارع، مزارع فاكهة ومزارع خضرة جميلة جدا جدا بصراحة يعني. السكة كلها خضرة واحنا ماشيين بجد يعني، والبرتقال والسفندي، حاجات جميلة جدا يعني. تمام. سيبكم بقى كده تشوفوا المناظر الجميلة دي كده واحنا ماشيين. وأول ما هنوصل على البيت هناك هرجع لكم تاني. احنا كنا ماشيين بالعربية طبعا، و السكة كانت حلوة قوي يعني. احنا وصلنا هنا اهو البيت بتاع بتاع خالة جوزي. دي اخت جوزي كانت معانا في الرحلة في السكة يعني. احنا كل ده احنا لسه في العربية بتاعتنا، ما نزلناش، انا بصور من وانا في العربية. بيفتحوا لنا الباب كده واحنا داخلين. بس المكان جميل، وال... الناس اللي فيها طبعا اجمل، هي المحلية المكان بصراحة يعني. دخلت كده، احنا بقى دخلنا بعديها على طول. انا نزلت من العربية طبعا، ما صورتش العربية. دخلنا بقى ايه، قعدنا بقى شوية وكده، وغيرنا هدومنا ودخلت بقى انا على المطبخ اختصاصي بقى. قلت اشوف بقى عايزين مساعدة ولا عايزين حاجة. دخلت لقيت بصراحة كله جاهز يعني، ما عملتش معاهم حاجة خالص خالص يعني. كانوا عاملين كوسة زي ما انتم شايفين كده في الفرن، وعاملين بزلة، وعاملين ورق عنب وعاملين حمام كده. كانت بنت خالته بتعمل الحمام كده. طبعا كله كان جاهز يعني، هي دلوقتي بس هتشوي الحمام. حطت عليه زبدة وزيت، وبتعوصه كده بالفرشة. وحطاه في صينية كبيرة، عاملاها بسم الله ما شاء الله، لا حول ولا قوة إلا بالله. عاملين فراخ، وعاملين بط. طبعا كل ده تربية البيت يعني، مفيش حاجة بيجيبوها من بره صراحة يعني. هي دلوقتي كده بتجهز الحمام كده للشوي. بتعوصوا كده سمنة ولا طماطم ولا أي حاجة، بتعوصوا زبدة وزيت. دخلناه بقى ايه في الفرن اللي هو البلدي ده بتاعهم، جميل جدا. بتقلبه كده من على النار. بصوا الجمال بقى، الحمام طالع بقى ما اقولكوش، والبط مش قادره اوصف لكم الجمال بتاعه. رصينا بقى كده الاكل، وحطينا بقى، وكنا عاملين عصير مشمش وقمردين. هنا بقى بص بقى البط مستوي ازاي، ودي كوسه، ودي بزله، وده ورق عنب، ودي بط تاني، طبق بط بسرفيس حمام، ودي كوسه وعاملين رز معمر، وعاملين
البزلة وسلطة. ودي الكوسة تحفة تحفة جميلة جدا بصراحة. كانوا عاملين أمالجين وعاملين تمر، ودي طبق فيه بط وحمام تاني. تمام. ودي كانت الفطار بتاعنا النهاردة، بتاع أول يوم رمضان، أسفة، أول يوم رمضان. كان في مدينة النوبرية، كانوا عاملين عصير جوافة، وكانوا عاملين زي انا قلت لكم تمر ومشمش كده يعني. بصوا بقى الاكل جميل ازاي. الاكل كان يشهي بصراحة، وكانوا عاملين فراخ برضو، فراخ بلدي شوينها. طبعا نزلت حتتك بتتك وكل سنة وانتم طيبين.